أعود إليكم كعرب وكمسلمين في الأحداث الجسام، وعندما تتعرض الأمة العربية إلى مشاكل وهزات، لتستمع إلى صوت الحكمة وصوت العقل والنصيحة الطيبة من أجل جمع الشمل ومواجهة تحديات العصر. وهناك أسئلة كثيرة يا صاحب الجلالة طبعا تتعلق في أمور عالمنا العربي والإسلامي، ولنبدأ أولا لو سمحتم بمسيرة السلام. لقد مضى أكثر من 8 أشهر حتى الآن وسط شكوك من نتائج هذه المحادثات، وطبعا من موقع الخبير وصاحب العلاقات الدولية والعربية الواسعة نريد أن نطمئن الجماهير العربية إلى أين تسير خطة السلام. ومنذ القديم كما تعلمون أنا من رجال الحوار، ولا سيما أنني كنت في مدرسة كانت تجعل في برنامجها على مستوى واحد الحوار والنضال. فأعلم أن الحوار وحده لا يكفي، وتعلمت أن النضال وحده لا يشفي، ولا سيما أن المطالب العربية هي في الحقيقة مطلب واحد، وهو تحرير الأراضي الفلسطينية للسماح لكيان فلسطيني أن يكون وأن يوجد. ثانيا، لم أقرأ في أي مدرسة دبلوماسية عربية أو إسلامية أن الحوار مع الخصم محرم. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا في مواقفه وفي سيرته أعطانا الأدلة والحجج الكافية والشافية على أنه لا بد لكل نضال أن يكون مبنيا على حكمة، أو باستعمال اللفظ اليوم عصري على استراتيجية. الاستراتيجية والحكمة في هذا الباب شيئان مترادفان. طيب، الحمد لله أصبحت القضية العربية الآن معروفة عند الجميع ومحط اهتمام عند الجميع، وأصبح إنصاف العرب شيئا يذكر. والحالة هذه أن قبل كان لا يذكر إلا انتصار التعسف والظلم والاغتصاب. طبعا ما كل شيء ينال في لحظة واحدة، ولكن المهم عندي، ولا سيما أنني لا أريد أن أكون بمثابة لا أستاذ ولا ملقن، أن أقسم هنالك مستشار لجميع الإخوان العرب الذين تهم القضية مباشرة بمعنى في حدودهم أو على حدودهم، لأكون الناصح الأمين والمستشار المخلص. ومقالتي لهم جميعا، لا للفلسطينيين ولا للسوريين، وهي الآتية: طرق المفاوضات هذه مسألة تهمكم، مناهج المفاوضات هذه مسألة تهمكم، ولكن قبل كل شيء لا تنسوا المهم أو الأهم، الأساس، وهو الأرض. لا بد في كل وقت وحين أن تذكروا المحتل والمتفاوض معكم أن كل شيء يمكن، ولكن من جهته لا بد أن يعترف أن الأرض ليست أرضا له، وأن الحق العربي لا بد أن يساير جميع مراحل
المذكرات. فأنا بكل صراحة مثلا في ناخذ متعددة الأطراف. متعددة الأطراف إذا جينا ناخذ بنودها، البنود أو جدول الآمال لا يمت بصلة إلى المغرب لا من قريب ولا من بعيد، حيث أن هناك نزاع السلاح في المنطقة، نحن لسنا في المنطقة. هناك مسألة المياه، احنا ما عندنا مياه مشتركة. هناك مسألة تبادل المصالح الاقتصادية والبشرية والتجارية، احنا ما عندناش تبادل تجاري أو بنكي يمكن أن يغري الإسرائيليين. ولكن مع ذلك حضرنا متعددة الأطراف لسببين. السبب الأول اللي يعرف العرب كلهم وبالأخص من يعنيهم الأمر مباشرة أننا معهم ولو رمزيا ولو لم تكن لنا مصالح مباشرة. وثانيا لأننا موقن أن الأطراف المتفاوضة في كل خطوة ستذكر وتقول طيب والأرض، طيب و42 و338. فما دامت المفاوضات لها فرسان جدول الآمال و42 338 إلا والرهان مربوح. لازم من وقت، ولكن أعتقد أن الرهان مربوح. لكن جلالة الملك التعنت الإسرائيلي بلغ مداه، وكما تعرفون الانتخابات ستجري بعد فترة قصيرة، الانتخابات الإسرائيلية. هل تتوقعون تغيرا في الموقف الإسرائيلي في ضوء ما ذكرتم بالنسبة للإصرار العربي على الحوار والتمسك بالأرض والحق؟ وأولا لابد أن نقارن بمواقف إسرائيل عند ابتداء المفاوضات والآن. وإذا نحن أخذنا مواقف إسرائيل وحللناها الآن، نجد أنها مبنية على تنازلات طفيفة بعض البعض، ولكن إذا هي وضعت واحدة فوق الأخرى تصبح تلك التنازلات أو الاعترافات ذات حجم مهم. طيب ما هو واقع الآن؟ هل كنا ننتظر أن إسرائيل ستستسلم دون أن تكون لها لا أقول انتفاضة، لأن لفظ الانتفاضة أصبح لفظ ملحمي، دون أن تكون لها ردود فعل عنيفة، ولا سيما أنها على أبواب الانتخابات. فبذلك ربما تريد أن تجند الرأي العام أو تذكر المترددين بين الحزبين أن ربما سلامة إسرائيل ومستقبلها هو سياسة العنف وسياسة الاعتداء. ولكن كيفما كان الحال، هناك مثال أوروبي يقول إن الماء لا يرجع إلى منهله. وكيفما كان الحال، الماء أو النهر نحن الذين نركبه على سفينة النجاح، لا إسرائيل. صاحب جلالة، بالنسبة للموقف الأمريكي، هل تعتقدون أن الإدارة الأمريكية أو إدارة الرئيس بوش جادة في إيجاد السلام؟ بكل صراحة وأعلم جيدا ما تعنيه هذه الشهادة، ولكن علي أن أقوم بالشهادة بكل أمانة. ما لمست في رئيس أمريكي منذ 61، إذن هذه 32 سنة، منذ 32 سنة ما لمست في رئيس أمريكي عزما وإرادة لحل هذا المشكل على أساس العدل والقانون. وأنا شخصيا أؤمن بما قالت الرئيس بوش لأنني أعرفه،
أعرفه قبل أن يكون رئيسا، حينما كان سفيرا ومديرا للسي آي. والرجل لم يتغير في عقليته، كلماته هي كلماته، والتزامه هو التزامه. وآخر مرة رأيته بالوالدورف أستوريا يوم 30 يناير 92، ليلة القمة للمجلس الأمن. وقال لي بهذا اللفظ: يا صديقي، قل لإخوانك العرب بالأخص الفلسطينيين، قل لإخوانك العرب الفلسطينيين أنهم لن يجدوا بعدي ولمدة طويلة ولحكومتي ولإدارتي سندا مثل الذي أدفعه الآن وسأدفعه في المستقبل، رغم أنني في فترة انتخابية. أنا شخصيا أرى واجبا علي أن أقوم بهذه الشهادة بكل أمانة. جلالة الملك، هناك موضوع آخر يتعلق بالسلام، وهو موضوع القدس، وأنتم جاهدتم على رأس لجنة القدس الإسلامية في جميع المجالات والمحافل الدولية. هناك قلق حول مستقبل المقدسات الإسلامية، وطبعا سمعنا قبل فترة ما تتعرض له من تهديدات المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، في ضوء المبادرة النبيلة الكريمة التي أعلنها خادم الحرمين قبل أيام. كيف تقيمون وضع هذه المقدسات الآن في القدس وهذه المبادرة؟ ماذا يمكن أن أقول أنها مفاجأة، فعلا مفاجأة دون أن تكون مفاجأة، مفاجأة نظرا للظرف والزمان، ولكن ليست مفاجأة بالنسبة لأخي وشقيقي الملك فهد، لما أعرفه فيه من تشبت بالعمل الصادق المستور المتواضع والهادف، وإن كان لا أريد استعمال لفظ الهادف. فحينما نادى وصرح بأنه سيأخذ على عاتقه، أي المملكة، إصلاح القدس أو الأماكن المقدسة في القدس، شعرت آنذاك أن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير وفوق الخير، لأنه كما يقول في القرآن سبحانه وتعالى: إن الله يعلم حيث يجعل رسالاته، ورسالة هنا حيث يجعل مامورياته. وهذه المامورية وهذا العمل كان في الإمكان أن تقوم بالمملكة قبل، وكان في الإمكان أن تقوم به بعد. أراد الله وإرادة الله أن يأتي هذا على يد شقيق الملك فهد. وأظن أن هذا يكفي عن أي تحليل، ويكفي لأن أقول وأذكر بالحديث النبوي حين قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فطوبى لجلالة الملك فهد، وطوبى للمواطن السعودي، لأن المال الذي سيصرف هو مال كل السعوديين، ليس مال الملك فهد وحده. ففي الحقيقة هذا عمل جليل ستقوم به المملكة، وسيقوم به الشعب السعودي كله، وعلى رأسه ملكه خادم الحرمين. أقسم هنالك كرئيس لجنة القدس أن أقول: كفى من الحساسيات،
واش اليونسكو تقوم ولا ما تقومش، واش بلد عربي آخر يقوم ولا ما يقومش. هذه حساسيات نحن في غنى عنها. البنيان يتضعضع وهو في حاجة ماسة إلى الترميم، فعلينا أن نأخذ الطريق الأسرع اللي حتى يمكننا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه. وكملك المغرب وكمواطن مغربي أملي أن من الناحية الهندسية والفنية والتقنية أن يشركنا أخونا جلالة الملك فهد في هذا العمل، عمل الترميم وعمل البناء وعمل الهندسة، وسيكون إشراكنا إن تم أحسن هدية يمكن لجلالة الملك أن يقدمها للمغرب ولأخيه الحسن إن شاء الله. إن لا شك في أن من الواجب، لا أقول من واجب الفضيلة أو الأخلاق، من الواجب الصرف الواقعي للوقاية وللدفاع، من الواجب أن نفكر ولنتحرك لجمع الشمل العربي، لأنه وإن كنت أنا دائما متفائلا طبيعة، لأنه الخريطة العالمية هي الآن في مخاض، إما كلا أو جهة أو أجزاء، هي في مخاض، وذلك بتغيب العملاق الثاني الذي وهو الاتحاد السوفيتي. وهذا المخاض ستكون له انعكاسات لا يمكنني هنا لا أن أعدها ولا أن أبررها فيما إذا وقعت، حتى لو كان عندي المجال لما أدليت بها في حديث علني ولكن كما تقول عندنا بالدارجة الفهم يفهم. حينما نقول أن هناك تغيرات سوف تكون سريعة ومباغتة لا يعرف مداها ولا تعرف انعكاساته، يجب على العرب أن يجتمعوا. لماذا؟ لأنه صوت 22 دولة أمام قضية ما مجتمعة متماسكة متكاملة أقوى بكثير من صوت دول عربية من تجمعات خليجية مثلا أو تجمعات مغاربية أو تجمعات أخرى ستكون. بالطبع للقائلين يقول اجتمع العرب ووحدوا صوتهم ووحدوا خطابهم، ومع ذلك لم تكون النتائج المتوخاة. أقول لا، هذا غلط. علينا أن نفرق بين المواقف السياسية الظرفية لكل بلد وبين المواقف الجماعية لجميع الشعوب العربية. حينما أقول الشعوب أقول الذين يمثلون تقريبا 200 مليون من السكان. طبعا القائل يقول هذه أطروحة الستينات، وحدة الشعوب لا وحدة الصف. لا، أنا لست من الذين يمرون على رأس رؤساء الدول أو يطيرون فوق رأسهم جغرافيا، لا، ولكن أقول جمع الشمل الآن
سيضمن لنا أننا لن نباغت بما سيمكن أن يأتي به الزمن، حتى إذا بغتنا لن نكون ضحية إما مباشرة أو غير مباشرة، لأننا حينما يحدق بنا أي خطر إما على ضفاف المحيط أو على ضفاف الخليج، سيكون الجميع واقفا صفا واحدا وراء تلك الدولة أو مجموعة من تلك الدول التي هي في خطر. كيف يتم الاجتماع؟ متى يتم جمع الشمل؟ هذا شيء لا يمكنني أن أتكهن به، ولكن الشيء الذي أنا متيقن أنه متقاسم بيني وبين جميع إخواني وأشقائي رؤساء ملوك ورؤساء الدول العربية، أنهم عندي اليقين هم كذلك يشعرون على أن التغيرات التي وقعت في العالم لن تترك العالم العربي بمزيد، ولن تكون أحداث لا ظرفية ولا محلية. هل نفهم هذا جلالة الملك أنها دعوة غير مباشرة لقمة عربية، أو هناك تخطيط أو تفكير للدعوة لقمة؟ لا، ليس هناك أي تخطيط، ليس، ولكن هو نداء. نعم. ليس نداء فضيلة فقط، هو نداء حاجة ومصلحة عربية. نحن في حاجة ماسة إلى أن تجتمع الشعوب، ولكي تجتمع الشعوب على رؤساء الدول العربية أن يتناسوا، لا أقول أن ينسوا، ولكن أن يتناسوا. المسألة كلها تمرين وترويض للنفس. إذا نحن ألزمنا نفسنا بالتناسي سنصبح ناسين، ولكن لا بد لنا من أن نتخطى بعض المراحل وبعض الخطوات، وأن تتغلب رؤيتنا السياسية الاستراتيجية على الرؤى المحلية أو الجهوية. نعم. لو تحدثنا عن جزء من الشأن العربي وهو الاتحاد المغاربي، حسب ما ينشر وما يقال أن هناك نكسة تعرض لها هذا الاتحاد، هل هناك أسباب للتعثر أو أن هذه مجرد شائعات أو كلام؟ لا أقول نكسة، أقول عراقيل سياسية. فحقا بعد تشاور وتبادل الرأي، الرئيس الموريتاني الأخ السيد الطايع، السي معاوية الطايع، قرر أن تؤجل القمة المغاربية لما يمكن أن يحيط بها من عناصر لا تؤدي إلى النتيجة الإيجابية التي نتوخاها، ونحن نقاسمه ونشاطره. طلبه في التأجيل، والتأجيل ليس هو النسيان أو الإهمال، بل عندنا سوابق لتأجيل مؤتمرات. أما لا زالت الحمد لله الاتفاقية تجري بها الأمل، ولا زال القطار المغربي على السكة. طبعا الآن لقائل أن يقول بأنه واقف، اتفق معك، واقف، ولكن المحركة ليست واقفة. هناك طبعا أزمة جليلة واجهها الاتحاد، هي قضية لوكربي. هل هناك مخرج لهذه الأزمة؟ هل هناك برأيكم في وساطات أخرى، أو إن وصلنا إلى الطريق المسدود؟ هي في الحقيقة أزمة لوكربي ليست أزمة مغاربية، هي وليست أزمة عربية، هي أولا أزمة قانونية. هل هناك سابقة قانونية من القانون الدولي
هو هناك من القوانين الدولية ما يمكن الاستناد إليه لطلب تسليم مواطنين. هذا هو المشكل، هو هذا. شخصيا لو كنت في محل الأخ العقيد نستشر كما سيفعل الشعب الليبي، ولي اليقين أن الشعب الليبي سوف يتضرر جدا من هذا الحصار. ودرء المفسدة كما تعلمون في الأحكام المالكية للإمام مالك، درء المفسدة تسبق جلب المصلحة. ولو لا قدر الله وقعت لي هذه المشكلة لا عملت بالحكمة السياسية القائلة بأنه السياسة ليست الاختيار بين حسن وأحسن، بل هي الاختيار بين سيء وأسوأ. لاخترت أن أضحي باثنين من المواطنين لنجاة شعبي. لو كان المشكل مشكل قائم بين دولتين فقط، وقد قام المشكل بين فرنسا والمغرب في هذا الباب، وقف المغرب وقفته ليدافع عن سيادته. ولكن مع الأسف المشكل ليس مشكل بين ليبيا وأمريكا، بل هو مشكل بين ليبيا والمجموعة الدولية التي تتحرك والتي فوضت لتحركها مجلس الأمن. كيف سيمكن أن يقاوم الشعب الليبي؟ وإلى متى؟ لا قطع غيار ولا أدوية ولا بمجرد ما تتعطل المثلجات نتاعو أو الآلات المصبرة للحم أو للأدوية ولم يجد لها قطع غيار، ماذا سيكون؟ ونحن نعلم بما وقع وواقع للعراق، نعلم الدوامة التي تصبح في البلد التي ينفرض عليها عقوبات دولية. فأنا قلتها لرسوله الأخير، قلت له لأريح ضمير أخي العقيد، قل له لو لا قدر الله وجدت نفسي في هذا المأزق، ماشي بين دولة ودولة، لا، بين بلدي والمجموعة الدولية، نتردد، ولكن درء المفسدة يسبق جلب المصلحة. خاصة هذا جلالة الملك بعد أن قمتم بجهود كبيرة على الصعيد الدولي أذيع بعضها وفي بعض الآخر حسب ما علمت أنه جهود سرية متواصلة قام بها المغرب في سبيل إيجاد مخرج، ولا زالت متواصلة. نعم. ولا زالت متواصلة، لا زالت. وحينما أقول تسليم لا أقول تسليم هكذا نعملهم في صندوق ونسلمهم. يكفي أن ليبيا تقول أنها قبل بدء التسليم وسوف تقوم بعد التسليم، وآنذاك سوف تجد عدة أصوات ودول ذات النية الحسنة لإيجاد مأزق لكرامتها وحفظ ماء وجهها، إذا تم الإعلان عن بدء التسليم. جلالة الملك، هناك موضوع آخر مغاربي عربي إسلامي أيضا، وهو قضية الصحراء المغربية. هل أنتم راضون عن الإجراءات الخاصة بالاستفتاء؟ وهل هناك موعد محدد بالنسبة للأمم المتحدة لإجراء هذا الاستفتاء؟ والله نحن مستعدون لإجراء الاستفتاء في أي وقت كان، ولسنا نحن الذين نعطل الاستفتاء أو نؤخر بإجراء الاستفتاء. الكل يعلم أن المغرب وإن لم يكن راضيا تمام الرضا على مقررات مجلس الأمن، قرار مجلس الأمن الأخير،
فيما يخص الصحراء فنحن نلتزم به. كنا نأمل أكثر، ولكن لن نقبل أقل من قرارات مجلس الأمن. القرار الأخير الذي صدر يوم 31 ديسمبر 1991 كنا نتمنى أكثر ولا نقبل أقل، ونحن على استعداد في أي وقت كان لإجراء هذا الاستفتاء حتى ينتهي هذا المشكل بالنسبة للجميع. ولكن ما تحدد موعد ولا في اتصالات لتحديد موعد. نحن في انتظار تقرير السيد يعقوب خان، نعم. الممثل الخاص للأمين العام، ونحن كذلك في انتظار زيارة الصديق معالي الأمين العام السيد بطرس غالي، الذي كان وعد مرارا أنه سيزور المغرب لا للتجول ولا لصلة الصداقة، ولكن للنظر في هذا المشكل، إلا أن الزيارة تعثرت عليه، ولنا اليقين أنه سيتدارك الوقت التي فات وأنه سيزورنا في أقرب وقت ممكن لننطلق في مسلسل حل هذا المشكل. في ضمن هذا الإطار أيضا أخبرني الرئيس بوضياف كما تعلمون في مقابلة قبل شهرين، الرئيس الجزائري لأول مرة أعتقد في تاريخ هذه الأزمة أن الجزائر لها علاقة في هذا الموضوع، وأن هناك ضرورة ماسة وعاجلة لقيام اتفاق جزائري مغربي لحل هذه القضية. وأعتقد أنكم استقبلتم الرئيس بوضياف منذ يومين. هل هناك تحول في الموقف الجزائري السابق؟ أولا أريد بهذه المناسبة أن أضع الأمور في إطارها الحقيقي. كان لي السرور الكبير بأن ألتقي الأخ فخامة الرئيس السيد بوضياف بعد 30 سنة من عدم اللقاء. والحالة هذه أنه كان قاطنا بالمغرب لمدة 26 سنة، فلم يكن هذا اللقاء مبرمجا ولا مقررا. فخامة الرئيس أراد أن يستريح، ولكن بالخصوص أراد أن يعقد القران لابنه مع بنت جاره مدينة القنيطرة، فاتخذ هذا سببا للاستراحة في بيته بين أسرته وجيرانه وأحبائه وأصدقائه. وكان غير المعقول أن يكون الرئيس بوضياف أولا الذي أعرفه منذ القدم، والذي كان عليه المغرب شبه وصيا حينما كان مسجونا في فرنسا، والذي تجمعني وإياه سنين الكفاح. ثانيا وفوق هذا كله هو رئيس دولة جارة وصديقة. كان من غير المعقول أن لا نتلاقى وأن لا نلتقي. فالتقينا بعد 30 سنة من عدم اللقاء، وبالضبط وبالطبع تكلمنا عن مشاكلنا الخاصة بكل واحد منا وعن المشكل المشترك. فعلا وجدت في الرجل، لأن السيد بوضياف له حيثيتان: السيد بوضياف الذي له موقفه الخاص كما تعلمون قضية الصحراء، والسيد بوضياف الذي أصبح مسؤولا، المسؤول الأول في الجزائر الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كما قال وصرح به المناخ الجزائري والإفريقي. لمست في خامة الرئيس الإرادة القوية والعميقة لإيجاد حل نهائي وسريع لهذا المشكل. كيف؟ متى؟ بمن؟ هذه كلها نقط تركت لما بعد. وعلى صعيد العلاقة الجزائرية المغربية جلالة الملك، هل هناك تحسن بعد المتغيرات الأخيرة والأحداث الأخيرة؟ هي كما تعلمون العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر تحسنت منذ سنين.
زرنا الجزائر وزارنا الرئيس الشاذلي، وكان مرة أخرى للشقيق العزيز الحميم جلالة الملك فهد اليد الطويلة والباع الكريم المعطاء للوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة عدم التجافي والتصالح بين رئيس الدولة الجزائرية وملك المغرب. فالأحداث الأخيرة التي جرت بالجزائر لم تؤثر بشيء على العلاقات بين المغرب والجزائر. طبعا بقيت هي طيبة في الإطار الثنائي وفي الإطار المغربي. هل صحيح جلالة الملك أنكم ستعودون إلى منظمة الوحدة الأفريقية؟ إذا توفرت الشروط وانعدمت الأسباب التي جعلتنا نخرج منها، سنرجع إلى الوحدة الإفريقية بكل سرور وفرح. ولكن ما دامت أسباب خروجنا باقية لن نلتحق بالمجموعة الإفريقية. جلالة الملك، لكم آراء معروفة بالنسبة للتطرف بشتى أنواعه، ما هي السبل الكفيلة بدرء هذا الخطر والعودة إلى الإسلام الحقيقي بعيدا عن التعصب والعنف؟ أولا الطريقة الوسيلة الأولى التي تجعلنا في مأمن من هذا كله وهو عدم الخلط بين الدين والسياسة، وهو أن لا نجعل الإسلام مطية لأطماعنا التوسعية، كيفما كان الطامع موجودا وأينما كان موجودا في العالم الإسلامي. وهذا يقتضي أظن أولا محاربة الأمية، أولا وقبل كل شيء محاربة الأمية، لا عند العرب أنفسهم ولا عند المسلمين، حتى نمحو من طريق كل مسلم وجود الرهبانية، لا الصغيرة ولا المتوسطة ولا الكبيرة. ثانيا يجب علينا أن يكون فينا التساكن والتسامح وروح التسامح. ثالثا أعتقد أن الإسلام إذا أراد أن يكون تلك الرسالة العالمية، وإذا أردنا نحن المسلمون أن نؤكد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وأرسل للعالمين كافة، علينا أن لا نكون متزمتين. فلنترك سكان لابونيا يصومون على شكلهم لأنهم يرون الشمس 6 أشهر والليل 6 شهور، ونترك سكان إندونيسيا يعبدون الله، المهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أن يستقيم. قل لا إله إلا الله ثم استقيم. ولكن إذا نحن أردنا أن نجعل من الإسلام هو دين خطر من الأقطار أو تعبد محل من المحلات، لن نجعل من الإسلام تلك الديانة العالمية، ولم نجعل من النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد لن يصبح ذلك الرجل الذي بعث للناس كافة. جلالة الملك، هناك عمليات اضطهاد يتعرض لها المسلمون في البوسنة والهرسك مثلا، وفي بعض الأماكن الأخرى في بورما. هل هناك من خطة عربية إسلامية لمواجهة هذا الاضطهاد، وكيف يمكن مواجهته؟ حقيقة إذا نحن أخذنا
هاتين المشكلتين، ونظرنا إليهما بعين موضوعية فقط، نرى أن المسلمين يقتلون ويذبحون شرقا وغربا والعالم لا يتحرك. فكان المنتظر من مجلس الأمن أن يصيح ماشي صيحة واحدة ولكن صيحات، ولم يتحرك، رغم أن المسلمين في بوسنيا هما من سلالة ليست عربية. فهذا يظهر على أنه القضية ليست ضد العرب ولكن ضد الإسلام. فعلينا إذن، وهذا سبب آخر لأن يجتمع العرب أو يجتمع المسلمون، وأن يجتمعوا على كلمة سواء، أنه في سبيل الإسلام وفي سبيل المسلمين وإعلاء كلمة الدين علينا أن نتصافح وأن ننظر إلى المستقبل. لأن الرجل السياسي كسائق السيارة، أقولها دائما، عليه أن يرى أمامه ولكن ساعة عليه أن يرى في المرآة ليرى ماذا وراءه. ولكن إذا قضى وقته وهو ينظر في المرآة التي تريه ما وراءه اصطدم بشيء أمامه. فعلينا إذن أن نجند أنفسنا لنعين إخواننا في بوسنة وفي بومر، لأنهم هادو مسلمين ولكن منهم البيض الذين ليسوا مسلمين ومنهم الذين هم من الصفر وليسوا عرب، وهادو كذلك ليسوا عرب. ومع ذلك لم نسمع صوتا إيجابيا ينهي عن المنكر، وهذا مش معقول. لو أذنتم لي يا صاحب الجلالة أن أسأل في قضية محلية. طبعا خلال زيارتي المغرب وقراءاتي هناك كما لاحظت أحاديث كثيرة على الانتخابات المقبلة وعن الظاهرة الفريدة في أن يقبل جلالة الملك الحسن الثاني التحكيم، ولضمان النزاهة وضمان عدم شكوى أي كل سواسية، ويكون فوق هذه الأحزاب. كيف تنظرون الانتخابات المقبلة وما هي تطلعاتكم للأحزاب وللشعب المغربي في هذه المناسبة القريبة؟ هي كما تعلمون قضية مغربية، و نظرا لمكانة MBC عندي سوف أعمل استثناء صغيرا ولكن استثناء مع ذلك. شكرا. هو أن أميزها بالكلام والحديث عن مسائل داخلية هي قبل أي من غيرها، ولكن كما قلت استثناء صغير ولكن استثناء. نعم. كما قلت في كلمتي المتعددة الأخيرة، نحن على عتبة قرن جديد مع مغرب جديد وجيل جديد، فعلينا أن ننظر إلى المستقبل بعزم أكيد، ألا وهو تطوير أداة عملنا وحياتنا السياسية والتأسيسية إذا أردنا أن نكون في مستوى الكفاح الذي ينتظرنا في القرن المقبل. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كانت أمامي نظرة شفافة تماما للقوات الحقيقية للمغرب التي يمكنني
أن أتعامل معها وأخطط معها لمستقبل بلدي. أما أن أسير بالرادار، الرادار أو الحاسة السادسة مطلوب ومرغوب فيه، ولكن عند ظروف خاصة. الذي يقود بلدا عليه أن يرى أمامه الأفق، وعليه أن يتطلع إلى أن يرى أبعد ما يمكن. ولا يمكنني أن أكون في مستوى مسؤوليتي في مستوى التزامي مع نفسي وإزاء شعبي إلا إذا حرصت الحرص الكلي على نزاهة الانتخابات وشفافيتها ومصداقيتها، لأن المسألة مسألة مصيرية. وهذه الآن 32 سنة والحمد لله. أظن أن التاريخ سيكتب علي القبيح أو المليح، ولكن أظن أن، وأرجو أن يكون المليح أكثر من القبيح إن شاء الله. ولا أريد، وما ينتظرني أقل بكثير مما فاتني، فلا أريد أن أنهي عملي في السنين التي يريد الله أن يقيض لي. لا أريد أن أقضيها في عدم العلم والحس الصحيحين للحقيقة المغربية. فلهذا التحكيم الذي قمت به أعتقد أنه تحكيم نزيه، تحكيم وطني، بالطبع تحكيم بشري، تحكيم بشري فيه ما فيه، لا هو ما لا هو عليه معاني، ولكن أظن كذلك أنه أحسن تحكيم، لأنه نابع من إيمان. لا يمكن الإنسان أن يغش في أي لعبة كانت، ولكن إذا كانت المسألة تتعلق بمستقبل البلاد فالشيء أصبح حراما دينا وعقيدة. فأريد الصراحة والشفافية والنزاهة والصدق. والله إن شاء الله يوفر لنا جميع هذه الشروط وسيوفرها لنا إن شاء الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شكرا لهذا الاستثناء للام بي سي. وضمن النظرة المستقبلية طبعا وآفاق القرن المقبل، العلاقة ما هو مستقبل العلاقة مع أوروبا الموحدة بالنسبة للمغرب والاتحاد المغاربي والعالم العربي؟ كيف تنظرون لأفق هذه العلاقة المستقبلية؟ لا يمكنني أن أتكلم عن العلاقة المستقبلية بين الدول العربية أو المغربية بالنسبة لأوروبا بكيفية مدققة بالطبع، ولكن أعتقد أن لا الدول العربية ولا المجموعة المغاربية ولا المغرب لها مستقبل مع المجموعة الأوروبية، لأن المجموعة الأوروبية لا يمكنها أن تستغني عن المغرب أو التجمع المغاربي أو الدول العربية، وذلك لسبب واحد. كما تعلم أوروبا هي أوروبا أفقية وعمودية، فإذا كانت أوروبا تنظر أفقيا فهي لا تنسى أن عليها أن ترى عموديا. فإذا رأت أفقيا تصير إلى أن تصل إلى تركيا، وها تركيا والعرب. وإذا هي أردت أن تنظر عموديا تنطلق من السويد أو الدنمارك أو إنجلترا فتصل إلى المغرب عبر إسبانيا، وتصل إلى تونس وليبيا عبر إيطاليا، وتصل إلى مصر وجيرانها عبر اليونان.
فإذا جغرافيا انطلاقها لا يمكن أن يكون إلا عموديا وأفقيا، وكيفما كان انطلاقها لا بد أن تلتقي في مرحلة ما وجغرافيا بدولة عربية أو بمجموعة من الدول العربية. بالطبع هناك تفاوت في الزمن، ربما يسول أكثر على المغرب نظرا لكونه بينه وبين أوروبا 15 كيلو فقط، وما يسول على المغرب أن يكون هو العتبة الأولى للجماعة المغاربية، كما يمكن لمجموعة اقتصادية عربية شرقية أن تكون رأس القنطرة لأوروبا عبر مثلا عبر روسيا، عبر تركيا، ومنها أوروبا الشرقية. أما أن نعتقد أن أوروبا يمكنها أن تعيش مجموعة فقط على المجموعة نتاع 12، هذا من المستحيل، هذا من المستحيل، ولا سيما أن بالنسبة لدول الشرق هي في حاجة للدول الشرقية نظرا للنفط ونظرا لخيرات الدول الشرقية، وهي كذلك لأمنها البشري، لا ضد الحرب ولا كذا، ولكن للأمن الاجتماعي، لا بد لأمنها الاجتماعي من أن تنظر كذلك في غربها إلى جنوبها. علينا نحن أن نكون في مستوى الموعد وأن نكون مجهزين، لأنه مثلا قضية المغرب عنده مؤهلات، له مؤهلات جغرافية وبشرية لأن يتعامل بكيفية خاصة مع أوروبا، ولكن لن تكون هذه هدية ولن تكون صلة من أوروبا معطاة للمغرب على طبق من ذهب. يجب على المغرب إذا أراد أن يتعامل في إطار خاص مع أوروبا، ومعنى هذا أن يرقى إلى درجة أعلى من الدرجة التي هو موجود فيها، عليه أن يغير عدة أشياء في تفكيره، في روتينيته الإدارية، في مسطرته للعمل اليومي، لا بالنسبة للاقتصاد ولا بالنسبة للمال ولا بالنسبة للنقد والسياسة النقدية ولا بالنسبة للإنتاج ولا بالنسبة للتعامل التجاري، بحيث لن يكون هذا الإطار المغربي الأوروبي جنة للفسحة بالنسبة لنا. علينا إذا أردنا أن نكون في المستوى الأوروبي أن نكون في المستوى عن جدارة وعن استحقاق، وأن نغير عدة أشياء التي سرنا عليها. جلالة الملك، في سؤال مقلق عربيا أيضا، وأنتم أحد قادة اللجنة الثلاثية العربية بالنسبة للبنان. جرت بعض الأحداث أخيرا ثم الحكومي، هل تعتقدون أن مسيرة السلام مستمرة أم أنها معرقلة؟ حقيقة قضية لبنان محيرة للذهن تاعي. وقد قلت هذا لآخر لبناني رأيته، وهي لبنانية في الحقيقة، هي السيدة زوجة المرحوم معوض، هي أظن برلمانية، المرأة الوحيدة البرلمانية، نائبة معينة. نعم. وسألتني عن هذا السؤال، فقلت لها أنني على يقين أن هناك مؤامرة ضد لبنان، إن لا يعقل. لبنان مدة الحرب اللبنانية 15 سنة، من قطع فيها النشاط الاقتصادي والمالي. وقلت له عرضا، قلت له أنا أقرأ لو جو والمتى نشوف دائما نقرأ الصفحة الأخيرة، نشوف إعلانات على أعراس، على كباريه، على مطعم تفتح أو سيفتح، على معرض للموضة الجديدة.
بحيث ما انقطع النشاط لا الاقتصادي ولا المالي بلبنان لما كانت الحرب اللبنانية 15 سنة، وكان اللبنانيين من المهجر يدفعون، وكان الناس يعينون لبنان. وحينما وصلت ولله الحمد الأعمال المتكاتفة والمكتفة التي قام بها أعضاء لجنة الطائف، أعضاء اللجنة الثلاثية التي وصلت إلى اتفاقية الطائف، والتي كان جلالة الملك فهد كذلك الباع الطويل فيها. عندما توصلنا إلى نتائج وأصبح الجو السياسي طاهر ليس عكرا، في الحين جاء الإفلاس، وأصبحت الليرة اللبنانية تندحر إلى حد أنها وصلت 2000 ليرة دولار. وهذا في ظرف شهرين أو 3 شهور، الشيء الذي لم يقع مدة 15 سنة. حيث شيء مثل هذا أولا يحير البال، وثانيا يجعلني أقول أن هناك مؤامرة. أين هو مبتدأ وأين هو خبرها ووسطها بالطبع لا أدري، ولكن مؤامرة مما لا شك. وهنا يقف اجتهادي في القضية اللبنانية. جلال كما تعلمون الام بي سي منتشرة في العالم العربي عبر الأقمار الصناعية وفي أوروبا. نود كلمة من جلالتكم في هذه الظروف الحرجة، كلمة إلى الإنسان العربي، ماذا تقول له؟ توجه له كلمة. صعب الرسالة للإنسان العربي، لأنه يجب أن تكون الكلمة من نوع ما قل ودل. سوف تكون رسالتي للإنسان العربي. أولا يا أخي ويا أختي العربية، إياكم ثم إياكم في أي وقت كان مركب النقص، لأنه من الممكن أن يسطو عالمي السطو مركب نقص، لا مبرر لمركب نقص، ولكن لا مبرر للقناعة بما نحن فيه. فلنعلم أن غيرنا ليس أحسن منا، ويمكننا أن نكون في مستوى الآخرين أو أن نكون أحسن منهم إذا نحن آمنا بنفسنا وقررنا أن ننزل شيئا ما إلى الأرض وأن نمشي على رجلنا بكيفية واقعية، وأن نبني مستقبل العرب على الإنسان. فالرسالة هي في الحقيقة سلسلة لا أول لها ولا نهاية، تبتدئ بالإنسان الذي يجب أن يعمل لإيجاد الإنسان الكريم العامل، وهذا يقتضي قبل كل شيء أن لا يكون لنا أي مركب نقص، وأن لا تكون لنا أي قناعة بما نحن فيه. هذا هو حد اجتهادي في هذه الكلمة للإنسان العربي. شكرا جلالة الملك الحسن الثاني على هذا الوقت الثمين وعلى هذه النصائح. ذكرت لي إذاعة MBC وديوعها في العالم العربي. أريد من جهتي
أن أشكر MBC على ما تمتعنا به من برامج، وأريد أن أشجعكم على السير قدما في هذا المنهاج، إن حقيقة برامجكم لا من الناحية الثقافية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الترفيهية برامج تشفي وتجعلنا أن لا يكون لنا أي مركب نقص نحن العرب بالنسبة للتلفازات الأخرى. شكرا، إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، ظن جلالتكم وحسن ظن الشعب المغربي وجميع الأخوة العرب في كل مكان. شكرا جلالة الملك.